السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. نبتدي نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى هنعمل كبد وقوانص بالفلفل كده وبالبصل كده وحاجه كده ايه، يعني قلنا تغيير شويه كده، مع شويه رز ابيض وشويه سلطه زي ما انتم شايفين كده. دي توابل ودي بصل شرايح ودي نقطعها الكبد والقوانص لوحدها والكبده لوحدها، طبعا بعد غسيل وخل وميه وكده. مقطعه قوطه ودي توابل، وعندي فلفل، عندي فلفل اخضر واحمر، وده فصين توم، وده قرن فلفل حامي عشان يديها كده لذاذه، وده فلفل الوان. هنبتدي بقى ونخش على النار ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. طبعا هنعمل جنبها، اللي عايز يعمل رز يعمل، واللي عايز يعمل ايه مكرونه يعمل، وفي ناس بقى بتحب تغمسها كده بالعيش بتبقى تحفه تحفه. هنا انا مش هحط اي ماده دهنيه خالص، لان انا هنزل بالقوانص الاول، لان القوانص فيها دهون، فانا مش هحط اي ماده دهنيه خالص. انتوا هتشوفوا دلوقتي لما هقعد اقلب فيها وتتشوح شويه. اللي انا نقلتها هنا في صينيه لان الطاسه طلعت صغيره، لسه هحط بصل والكبده وكده. زي ما انتوا شايفين هي بكت الميه بتاعتها والدهن بتاعها نزل، نزلت عليها بالبصله. هتفضل بقى البصلة كده تدبل معاها شوية. متنسوناش باللايك يا جماعة، والتعليقات الحلوة بتاعتكم فين بقى؟ طبعا انا هنا ايه قلت اول ما هي تاخد وتدي مع نفسها شوية اكون ايه. بصوا شوفوا، بصوا نزلت المادة الدهنية بتاعتها ازاي. طبعا بقى ايه، انا قلت ايه، انا هنعلق على شوية رز. حطيت حتة زبدة وغسلة طبعا كيلو رز، وهنزل بيها على الزبدة. انتوا عارفين ان كيلو الرز عليه 5 كوبايات مية. الملح حسب رغبتك انتي. طبعا كل البنات ايه عارفه كده، واللي مش عارف اديب برضو بيتعلم، كلنا لسه عايشين بنتعلم يعني. هحط هنا سنه كمون بسيطه بتاع نص معلقه صغننه، وهحط الملح بقى ايه زي ما انت عايزه حسب مقدارك انت. انا حاطه كيلو رز حطيت عليه بتاع ايه معلقه ملح واحده. وهنزل بمعيار الميه اللي هم 5 كوبايات ميه، واسيبها بقى ايه تغلي مع نفسها كده. اول ما الرز يغلي اروح موطيه عليه وحاطه الشياطه وبيستوي مع نفسه بقى. طبعا رجعنا تاني، هنا شايفه انا بوريكم هن، بص نزلت الماده الدهنيه اللي فيها زي ما انتم شايفين. بصوا دي القوانص بيبقى فيها دهون كتير كده. هنزل انا بقى بالكبده، هشوحها اقلبها تقليبه بسيطه، ويا ريت ما نقلبش الكبده قوي اول ما تنزل علشان الكبده بتتهري. فانا هغطيها واسيبها شويه، لان السخونيه بتاعت النار بص بتخليها بص ماسكه نفسها ازاي في الكبده ما تتهريش مني. قلبتها تقلبتين، هنزل عليها بقرن الفلفل الحامي اللي انا قلت لكم عليه، وهنزل بكذا فص توم كده. التوم فيها لما بيتقطع كده شرايح بيديها نكهه حلوه قوي، بيديها وطعم لذيذ كده، غير لما بيتفرم كده او مثلا شايلاه مخزن. الحاجه لما بتبقى فريش بتبقى حلوه طبعا. طبعا هقلب، هقعد اشوح فيها تشويحتين كده زي ما انتم شايفين. وهنزل بالقطيتين. انا على طول بقول لكم ان انا القوطه بقشرها الاول وبعدين اقطعها، مش عارفه انا بحب كده، ما بحبش قشر بتاع القوطه. فهسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها شويه. بعدين اخر حاجه التوابل بقى، ننزل بالتوابل ملح وفلفل وكمون وزعتر وبابريكا وكاري وكركم، ملح واحده ماجي. بصوا جميله جميله جميله. انا بحط الفلفل الالوان في الاخر خالص عشان يفضل مدي الخضار بتاعه ويبقى حلو كده، وبحس ان فيه قرمشه شويه كده بيبقى جميل. بصوا 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 شكله تحفه تحفه تحفه. مش قادره اقول لكم الطعم طلع حكايه حكايه. انا في الاخر بقى انا نسيت اقول لكم ان انا المفروض نحط معلقه سكر، بتديها طعم رهيب رهيب. معلقه السكر دي كمان ما تعملكيش ايه يعني، تخليهاش تحمي على صدرك كده لما تاكليها، حتى لو كلتيها بالليل هي كده تتاكل بالعيش بقلاوه بقلاوه. ما شاء الله جميله جميله جميله. بصوا انا كده بقى، بس هي كانت سخنه على ايدي، انا كده بقول لكم هي خلاص استوت، وهي فعلا ما شاء الله انتوا شايفينها اهو. ما تنسولاش يا جماعه باللايك والشير والسبسكرايب، واللي عاجبه القناه بتاعتي يشترك فيها، كل واحد حسب رغبته طبعا. زي ما انتوا شايفين هي كده تقريبا خلاص خلصت كده. انا خلاص بقى خلصتها خالص، ودي هي شكلها النهائي. وعملت جنبها رز وسلطه، بس لازم ادوق، مش ممكن، مش هقدر اقاوم، انا هقف قدامها كده. ياه، تحفه تحفه. الطعم بتاعها حكايه حكايه. واللي عجبه يا جماعه الفيديو النهارده يعمل لنا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش يا جماعه باللايك.